النهارده يوم مش عادي، والغدا بتاعنا مش عادي حرفيا، اكل جديد ومختلف بس طعمه رهيب. عايزه اقولك بقى لو بتعملي دايت او مثلا خايفه بقى من الدهون والحاجات دي كلها، هنعمل البانيه بطريقه حلوه جدا جدا، وهنعمل معاه طبق سلطه كده. عايزه اقولك ان انت لو كلتي طبق، يعني طبق صغير منه كده بس، قيمه غذائيه عاليه جدا جدا. شايفين طبق؟ شايفين الجمال؟ مكوناته سهله وبسيطه. ويلا ندخل على مقاديرنا. انا معايا يا جماعه كيلو من البانيه، الصدور اللي هو الصدور العاديه، وانا مقطعاه شرايح تخينه كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه يكون السمك بتاعها تخين شويه عشان احنا هنشويها في الطاسه فما تنشفش. طبعا التوابل بقى عباره عن ملح وفلفل وروزماري. الروزماري بيديها نكهه حلوه جدا جدا. توم باودر وبصل باودر، ماشي، وشويه من الزيت الزيتون. اهم حاجه في الوصفه دي زيت الزيتون، بس ممكن تبدليه بالزيت العادي، بس بصراحه بيديها نكهه حلوه جدا جدا. مع الزعتر بقى كده والثوم والبصل والبابريكا، مش قادره اقول لك الطعم بيبقى عامل ازاي. نقلب كل ده في قلب بعضه كده كويس جدا، تقليبه كويسه بايديكي كده اهوت. اهم حاجه كله يتشرب كده من التتبيله وزيت الزيتون كده، ماشي. انا يا جماعه اشتغلت بصراحه فيها على طول، ما نقعتهاش. تمام، حلو الكلام، ما شاء الله، ما خدتش وقت معانا وكان طعمها حلو جدا. بصوا السمك، اهم حاجه تكون القطعه حلوه كده محترمه كده اهوت. انا كده خلصته بقى زي الفل زي ما انتم شايفين. شايفين اللون حلو جدا جدا. هجيب بقى كده الطاسه واسخنها كويس جدا، وابدا انزل فيها البانيه بتاعي على طول كده. طبعا انت هتعملي، انا ما شاء الله عامله كميه حلوه، ماشي. فالقطعتين دول حلوين جدا، يعني جنب طبق السلطه كده يكفوا شخصين اهوت زي ما انتم شايفين كده، يمين وشمال بقى لغايه لما تستوي معانا خالص. انا طبعا مش هضيف لها اي ميه، بس لو انت عايزاه طري مش ناشف غطيه وهدي عليه النار، هيطلع معاكي جوسي كده وهيبقى حلو جدا. عايزاه بقى واخد الطعم الشوي اللي هو ايه، الناشف شويه ده، يبقى خلاص من غير غطا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو كده شغال معايا وزي الفل، بس انا هضيف له معلقه كده بس من زيت الزيتون، ماشي، عشان ياخد اللون الشوي اللي هو البني شويه كده، حلو جدا جدا. مش محتاج اي حاجه تانية ولا اي افتكاسات تانية. يمين وشمال لغايه لما تستوي معانا خلاص اهيت يا جماعه، دخلت في السوا وزي الفل. اسيبها على نار هاديه بقى كده، ونعمل طبق السلطه اللي معانا، عباره عن خيارتين وجزرايه وكابوتشا بس كده. تمام. انت عايزه طبعا تضيفي فلافل الوان براحتك خالص، عايزه تضيفي طماطم براحتك خالص، بس هي الوجبه طبق السلطه ده بيبقى حلو جدا جدا بالمكونات دي، ماشي. معايا بقى كده شريحتين من التوست، انا محمصاهم ماشي في الطاسه حتى كده، او في الفرن زي ما انت عايزه خالص. وبعد كده مقطعاهم بالمقص قطع صغيره. وطبعا الفراخ اللي احنا عاملينها دي خدت منها قطعه وقطعتها برده بالمقص كده، قطع مربعات زي ما انتم شايفين كده اهو. وادي التوست يا جماعه، هحط كل ده في قلب السلطه كده واقلبه تقلبتين كده، ماشي. الصوص بتاعنا بقى بتاع السلطه ده فظيع جدا جدا. انا معايا معلقتين من المايونيز زي ما انتم شايفين كده، وعليهم معلقه من الخل، ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من الملح، ماشي. عايزه يبقى فيها صوص كده، مش ما تكونش ناشفه، هديها معلقتين 3 لبن. انا بحبها فيها صوص، فهحط لها معلقتين 3 لبن. عايزه اقول لكم ان كل الحاجات دي لما بتندمج مع بعضها كده باللبن كمان والمايونيز، بجد بيديها نكهه حلوه جدا. بصوا، معلقتين بس من اللبن كده بيخلي المايونيز يبقى خفيف شويه. بصوا العظمه، ما شاء الله، ولا احلى ولا اجمل من كده. هو الطبق ده يتاكل كده لوحده بالف هنا وشفا. بصوا الجمال، نجيب طبق نضيف بقى كده. بصوا ما شاء الله، طبق غني غني كده فيه كل ما تتخيلوه، ما شاء الله، خضار وفراخ وعيش. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟